مثمنة الزوايا ومتوجة بتيجان حجرية ترمز إلى أسماء العذراء. أما الهيكل فيظهر فيه المذبح الحجري المصنوع في بلجيكا، وخلف الهيكل نرى تمثالا للسيدة العذراء مرفوعا على قاعدة جميلة من الرخام الأبيض. وحول جدار سور الكنيسة يظهر رسم على قبة الهيكل يبرز 3 ظواهر طبيعية للعالم، وهي العالم الفلكي والعالم السمائي والعالم الأرضي. أما منبر الكاتدرال فقد بني عام 1947 ويعلوه رسم من الموزايكو يمثل الثالوث المقدس على شكل كرة الأرض من نار ويمامة تحمل في منقارها قطعة خبز. أما عن زجاج النوافذ فيلاحظ أنه مختلف الألوان يتسرب من ضوء ذهبي في جميع ساعات النهار على عتبة الهيكل. وهكذا بدأ بناء الكاتدرائية الكاثوليكية باسم العذراء مريم في مدينة بورسعيد يوم 7 ديسمبر عام 1934، وتم افتتاحها في احتفال بهيج يوم 13 يناير عام 1937 بمناسبة عيد الغطاس المجيد.
والكنيسة تضم العديد من المقتنيات الثمينة، وقد أصبح بها مذبح قبطي أرثوذكسي، وتم تأسيس 3 هياكل لها حجاب رائع من الأخشاب الثمينة المطعمة بالنقوش البديعة ذات الطابع القبطي الأصيل، وذلك بفضل جهود الأنبا تدرس أسقف بورسعيد، حيث قام بتجديد كنيسة صغيرة ملحقة بالكاتدرائية دعاها باسم الملاك ميخائيل.